صحينا النهارده على خبر صادم في مجال المقاولات. انسحاب شركة الشعفار والشركة المصرية السعودية من المشروع بتاع المبنى بتاع الحزب الوطني المنحل. طيب، الانسحاب ده طبعا سببه احنا عارفين الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر وعدم تذبذب الأسعار وعدم ثبات الأسعار واختلاف الماتيريال برايسز دلوقتي جوه مصر ان هي ما بقتش ثابتة. ما بقتش تقدر تثبت سعر مع أي مقاول أو أي حد. فالفكرة هنا عايزين نوصل هنا لإيه؟ الناس أصحاب المشاريع اللي بتحاول تعمل مشاريع والناس الاستيميتورز اللي موجودة في شركات المقاولات، خلي بالك إن أنت النهاردة ما تقدرش تحط سعر يغطيك سنة وسنتين مدة المشروع زي زمان. وكان في حتة زمان كلنا كان بنغفل عنها لكن الأجانب شغالين عليها من زمان، موضوع الريسك اسسمنت. الريسك اسسمنت ده موضوع مهم جدا، لازم ناخده في الاعتبار. كنا الأول ممكن نحط 1% 2% على التسعير بتاعنا عشان الريسك والقصة دي. الكلام ده مبقاش ابليكابل خالص دلوقتي، لأن احنا النهارده كل أسبوع في سعر جديد. حتى لو الدولار ما زادش وحتى لو الدولار ما زادش بيحصل حاجات في بضاعة بتشح، في مثلا أزمة في الدولار في السوق فالناس ما بتعرفش تجيب الشغل من بره. فالنهارده لازم كل واحد شغال في شركة مقاولات وكل واحد اونر عايز يطرح مشروع يبقى فاهم كويس قوي ان الموضوع لازم يبقى فاست تراك شويه. الموضوع لازم تامن بيه المقاول كمالك، وانت كمقاول ما ينفعش تاخد العقود السهله بتاعت زمان دي. لازم تامن نفسك بمعادلات وسولار ودولار، لان احنا مش السكيل بتاع مصر اللي بنتكلم عليه مش هيبقى اقل من تحالف كبير اماراتي ما بين شركه الشعفار، ودي شركه من الشركات الكبيره جدا جوه الامارات، والشركه المصريه السعوديه. فانت مش هتبقى احسن منهم، هم فهموا المشهد وخدوا بالهم وخلعوا من المشروع قبل ما يلبسوا ويخشوا فيه كمية خسارة جديدة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير.